السلام عليكم، ازيك يا شباب؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. معاكم كريم جزار. النهارده ان شاء الله اول سلسله في المشروع اللي هنشتغل عليه ان شاء الله. الاسم اللي جه في بالي دلوقتي اسمه تلاوة فلو. ممكن مثلا انتوا برضك لو في اسماء تانية في بالكم عرفوني واكتبوا لي تحت في الكومنتات وخلونا نشارك مع بعض يعني الافكار. الفكره في التلاوة فلو هو يعني انت لو انا دايما كان في دماغي التطبيق ده من زمان، كان نفسي حد يعمله او انا اعمله. الفكرة انت نفسك ان انت يكون عندك حسنات جارية ان شاء الله حتى وانت عايش او بعد ما تموت. فليه مثلا ما ناخدش الايات بتاعة القرآن؟ انتوا بيبقى فيه ريلز كده مشهورة جدا موجودة، مثلا تقابلك على يوتيوب، بتقابلك على انستجرام. بيبقى ريلز قرآن، ايات قرآن مثلا 3 4 ايات بس على شكل ريل، تقدر مثلا ما تكملش 30 ثانية. فكنت بفكر ليه ما يتعملش اوتوميشن الموضوع ده، يعني مثلا اجيب القرآن كله واعمله على هيئة فيديوهات ريلز توصل بقى 1000 2000 10,000 فيديو مش فارقة. تمام. والفيديوهات دي تتنشر بشكل اوتوماتيك على السوشيال ميديا اكونتس بتاعتك. يعني مثلا لو احنا جينا فتحنا مثلا يوتيوب وكتبنا مثلا قرآن ريلز، تمام. آه، مثلا قناة زي القناة ديت لو انتوا كده بصيتوا هنا هتلاقوا القناة اللهم بارك، يعني جايبة تقريبا مشاهدات واصلة ل 18,000 تقريبا و800 18,000,000 و800,000 فيو. فده خلال تقريبا سنتين اتنين. فتقريبا هو بيخش في السنة الواحدة 10 مليون ولا 9 مليون فيو في السنة الواحدة، فاللهم بارك رقم كبير جدا. فتخيل مثلا انت في الشهر بتعمل كام فيو؟ فكل ده طبعا حسنات جارية ان شاء الله يعني. فده الفكرة بتاعت المشروع، ان احنا عايزين نعمل حاجة اوتوميشن وبرضك يبقى في نفس الوقت لها يو اي كويس، تقدر انت تتابع هل التطبيق شغال ولا مش شغال، هل الاوتوميشن شغال ولا مش شغال. فالموضوع كبير والمشروع كبير ان شاء الله، بس احنا نحاول ناخد المشروع خطوه بخطوه باذن الله. طيب الفكره بتاعت المشروع يعني هتبقى عامله ازاي؟ الفكره ان هي تبقى حاجه قريبه من كده. احنا هنستخدم انت ان، تمام، عشان بس نسهل الموضوع علينا. بس هيبقى عندك مثلا انت ان ده، طبعا لو انت ما سمعتش عن انت ان ممكن تكتب شرح انت ان بالعربي، وهو في ناس كتير جدا يعني جزاهم الله خيرا شرحوه بطريقه كويسه جدا. ال ان ده ممكن نعمل ورك فلو، او بحيث ان هو مثلا كل يوم الساعة 6 الصبح مثلا يبعت رسالة للسيرفر. طب السيرفر وظيفته هنا ايه؟ السيرفر وظيفته هنا ان لما ان يبعت له مثلا ريكوست على الاي بي اي، فالاي بي اي اللي شغال على السيرفر ده هيعمل جنريشن او هيعمل يعني هيولد فيديو اوتوماتيك. تمام. هو كده كده السيرفر عارف ايه اخر فيديو هو عمله وايه الفيديو اللي عليه الدور او اللي المفروض يعمله المرة الجاية. فهو ان بس هيقول له اعمل الفيديو اللي على الدور، فالسيرفر يبدأ يشغل بايثون كود. هنتكلم برضك عن الاركتكتشر ده بعدين. وبعد كده بعد ما يولد الفيديو يقوم جاي باعت الفيديو لفين ان بقى ياخد الموضوع ده من هنا، ويبدأ بقى ان هو ينشر الفيديو على السوشيال ميديا اكونتس بتاعتك، اللي هو سواء على يوتيوب شورتس او التيك توك او الانستجرام او اكس وهكذا. فده ببساطة خالص فكرة التطبيق. طيب التطبيق المفروض ان هو يكون له مثلا فرونت اند دي وظيفتها ايه؟ وظيفتها انت تشوف مثلا هل التطبيق شغال كويس ولا لا، في كام فيديو مثلا اتنشر على التيك توك، في كام فيديو اتنشر على الانستجرام، الكلام ده. الصراحة بفكر برضك ان انت ممكن تشوف عدد الفيوز، يعني جالك كام فيو على مثلا على يوتيوب. بس بحس ان الموضوع فيها ممكن يكون فيها شوية رياء او حاجة، فمش عارف، ممكن اضيف الفيتشر دي بعدين ان شاء الله. حاجه كمان ان انت ممكن كمان ان انت تعمل اوتوميشن اكتر. يعني ما اعرفش الصراحه الريت ليميت بتاع المنصات ديت قد ايه، بس انت مثلا ممكن يعني تنشر اكتر من فيديو في نفس اليوم. يعني اعتقد ممكن تنشر 3 أو 4 أو 10، ما اعرفش. بس انت الفكره انت عايز تخلي الريت ليميت اقل ما يمكن عشان ما يجيلكش سترايك او يجيلك مثلا تحذير من المنصه فتحسب لك الاكونت اوتوماتيك. وطبعا هيبقى حاجه كويسه برضك لو احنا حفظنا الفيديوهات ديت على داتابيز مثلا او على جوجل درايف، بحيث مثلا ان انت لو لا قدر الله اكونت اتحذف، حصل اي حاجه، تقدر انت اوتوماتيك تجيب الداتا ديت او الفيديوهات القديمه ديت وتعمل لها ايه ابلود اوتوماتيك على الفيديوهات دي. طيب ايه يعني انا شايف ان المشروع ده كويس ليه؟ عشان خاطر يعني انت بدل ما انت بتقدم مثلا فيديو والفيديو طويل ممكن مثلا الناس ما تسمعش منه
الا دقيقه او دقيقتين وبعد كده خلاص كده. لا، انت حرفيا انت بتروح للناس لحد ما كانوا، يعني دلوقتي كل الناس بتعمل سكرولنج على التيك توك والانستجرام. فتخيل مثلا واحد بيعمل سكرول كده، قال له فيديو من الفيديوهات بتاعتك وسمع مثلا قرآن مدة 10 ثواني ولا 20 ثانية، فكل ده سواء في ميزان حسناتك يعني ان شاء الله، وحسنات جارية نحتسب الاجر عند الله يعني ان شاء الله. فبس ده باختصار يعني ايه التطبيق طبعا فيه تفاصيل كتيرة جدا. يعني مثلا هتعمل ازاي، هتحط الصوت على الكلام او النص بتاع الآية على الصورة منين، طب هتجيب الصور منين. يعني حاجة بسيطة ان شاء الله هنتكلم بقى بالتفصيل، عشان في اي بي ايز كتير هنستخدمها ان شاء الله. يعني في اي بي ايز هنستخدمها عشان نجيب الصوت بتاع الآية، الصوت القارئ مثلا الشيخ الحصري او الشيخ المنشاوي، والشيوخ كتيرة جدا. والجميل في الموضوع انت تقدر تتحكم كمان في الشيوخ. ممكن كمان وفي اي بي اي تاني عشان مثلا تجيب نص الآية وتتحكم في شكل الخط وحجم الخط اللي انت عايزه. هنستخدم مكتبات زي مثلا اوبن سي في، موفي باي، عشان تقدر تحط الكلام ده كله ببعض على شكل فيديو. طيب انت لو جيت هنا وفتحت مثلا قلت مثلا free images، تمام، هيظهر لك اكتر من موقع بيعرض فري ايمجز، بس اعتقد احسن حاجه فيهم هو بيكسلز وان سبلاش. تمام. بيكسلز وان سبلاش، لو احنا جينا رحنا يعني مثلا بيكسلز هنا، يعني انت ممكن تدخل تقول له مثلا انا عايز ابحث على نيتشر مثلا. تمام. فاحنا عايزين بس بتاعت الطبيعه. تمام. وممكن تشوف انت تحدد هنا الاورينتيشن، خلينا نزوم اكتر. تحدد هنا الاورينتيشن، عايزين مثلا لاندسكيب او بورتريت، لا انا هاخد بورتريت عشان يبقى بحجم التليفون. تمام. وتقدر كمان تحدد بقى التفاصيل اللي انت عايزها. طبعا ان سبلاش انا اشتغلت عليه قبل كده في مشاريع قبل كده، الاي بي اي بتاعه جميل جدا، وتقريبا الريت ليميت او ان انت تعمل كل الاي بي اي بتاعه يعني تقدر تعمل اي بي اي كولز بشكل كتيره جدا، بحيث ما يحصلكش بلوك من الاي بي اي بتاع ان سبلاش. تمام. وكويس جدا. فانت مثلا ممكن تاخد صوره زي الصوره ديت. تمام. او مثلا الصوره دي تاخدها تعمل لها داونلود. طبعا انت هنا عندك كمان فلتر، يعني انت مثلا فلتر لايسنس هناخد الفري بس. فمثلا تاخد صوره زي الصوره ديت. تمام. تعمل لها داونلود عندك على السيرفر يعني، وبعد كده يبدا بقى تحط الكلام والايه وتبقى الصوره تمام. في حتى ممكن فيديوهات، اعتقد كمان في فيديوهات، بس يعني ايه، خلينا دلوقتي في موضوع الصور. الفيديوهات دي ممكن نضيفها بعدين ان شاء الله، فيتشر جديده في المستقبل. نفس الكلام برضك بالنسبه للموضوع ده، انت ممكن تروح هنا تقول له نيتشر. تمام. نيتشر. وهنا برضك نفس الكلام بالنسبه ل بيكسلز. بس اعتقد البيكسلز الميزه فيها كمان ان انت تقدر تحط يعني حاجه اكتر كمان من الموضوع انا سبلاش. يعني ممكن تحط هنا فلترز، وتحط مثلا تقول له انا عايز مثلا ما يكونش فيها ناس خالص. تمام. وتكون فيرتيكال وبس. فده جميله جدا. هنا بقى تطمن اكتر كمان ان انت مثلا الصور بتاعتك ما فيش مثلا آه، امرأة مثلا موجودة فيها، او ما فيش شخص موجود فيها. لا، هي عبارة عن صور بس، يعني لاندسكيب، او صور طبيعية للغابة او الجبال او كده. واعتقد الصور دي يعني كتيرة جدا منهم استخدموا اصلا في فيديوهات انا شفتها قبل كده. بس فده باختصار فكرة التطبيق. كل ده المفروض يتعمل له اوتوميشن. فاحنا بقى نبدأ ناخد التطبيق واحدة واحدة. يعني ممكن مثلا ان شاء الله الخطوة الجاية ان احنا مثلا نعمل اي بي اي نقدر مثلا ان احنا نحمل بيه الصور ده، نربط بيه بيكسلز ونربط بيه ان سبلاش. تمام. وبعد كده ممكن نبدا ناخد الخطوه بخطوه ازاي نبدا نطبق الكلام ده كله واحده واحده. هنحاول ان شاء الله الفتره المره الجايه ان احنا نعمل يعني حاجه اسمها بي ار دي اسمها برودكت ريكويرمنت دوكيومنت. وظيفته ان انت بتكتب كل الفيتشرز اللي موجوده في التطبيق، او كل المزايا وكل الخواص الموجوده في التطبيق بتاعك، وتحاول انت تقسمها لتاسكات معينه، بحيث تبقى انت فاهم التطبيق ماشي ازاي، واليوزر لما يجي او المستخدم بتاع التطبيق بتاعك المفروض لما يجي يخش على التطبيق يستخدمه ازاي. تمام. بس بحيث تبقى كل حاجه معمول لها يعني توثيق والدوكيومنتيشن، عشان لما انت هتيجي ان شاء الله بعدين نستخدم كورسر او كلود كود او كودكس، يبدا ان هو يتعامل ويبقى فاهم ازاي المشروع ده احنا عايزين نوصل في بشكله النهائي، ما يالفش مثلا كلام الدماغ او حاجه. طبعا المنتج النهائي بتاع التطبيق هيبقى طبعا هنحاول نخلي التطبيق كله ان شاء الله اوبن سورس، بحيث اي حد يقدر يشغله عنده على الجهاز بتاعه. وتاني حاجه يعني هنحاول برضك ان يبقى فيه اي بي اي.
تمام، بحيث تقدر تعمل انتراكشن مع التطبيق عن طريق الاي بي اي. مش محتاج انت تفتح الويب اب بتاع التطبيق او تعمل اي حاجه، لا انت ممكن تتعامل معاه بالاي بي اي. وان شاء الله الاي بي اي بعدين بقى ممكن يعني نتكلم في اخر خالص ان شاء الله ازاي ممكن تاخد الاي بي اي ده وتعمل له مثلا يعني ديبلويمنت على سيرفر، وبعد كده السيرفر ده ازاي هاندل ريكوستات كتيره، وازاي ممكن مثلا حتى تعمل اي بي اي ده بيد، بحيث مثلا لو حد مش عايز يشغل اوبن سورس كود ويعمل كل حاجه بنفسه، لا هو عايز يعمل اشتراك عندنا في الاي بي اي، والاي بي اي يبعت اي بي اي ريكوست واحنا نرد عليه فيديو، وهو ياخد الفيديو بقى ينشره يسيبه عنده على الجهاز بتاعه هكذا. فده برضك ممكن نشرحه ان شاء الله في اخر الكورس باذن الله. بس فده باختصار فكره التطبيق. يعني زي ما قلت لكم، لو انتوا عندكم اسم افضل من تلاوه فلو اكتب لي تحت في الكومنتات ان شاء الله، وانتظروا ان شاء الله في الفيديو الجاي. متشكر جدا، السلام عليكم.